هلا شو بنشتري اللبن الجاهز؟ الاغلبيه المطارح بيخشوه وبيضيفوا له نشا او بيشيلوا منه الدسم. هديك خلونا نحضر اليوم اطيب لبن بابسط طريقه وعلى الطريقه التقليديه. حقوني على التحضير. بنجيب العنزه حتى نجهزها، بنرجع بنجيب الحلابه وبنقربها حتى نحلب العنزه. وهيك بكون نحن خلصنا من حلب العنزه، بنطفي هالمكنه وبنروح حتى نبلش تحضير باللبن. بعد ما نخلص من حلب العنزه بدنا نجهزهم حتى نفورن، مثل ما بتعرفوا حليب الماعزه او البقر او اي نوع تاني ما بيسوا نستعمله على الني، لازم يتفور حتى نتخلص كل هالبكتيريا، وبنرجع نستعمله باللي بدنا اياه او نشربه نعم. لكل شخص مربي عنده عنزه ام غنمه لازم يقتني وحده من هودي الحلابات، لانه حتى يشرب حليب 100% نضيف من اي شوائب وبلا زنخه لازم يقتني وحده، لان في عدد كتير كبير من الاشخاص بيشكوا مثلا انه في زنخه بحليب الماعزه. هو من الاساسيات لهيدي الزنخه هو الوبر او الشعر اللي بيهر من العنزه، اما بالحلابه فما في هيدي المشكله من الاصل، بيجي عندنا السطل مسكر 100% وغير انه ستانلس ستيل. من الميزات الحلوه لهيدي الحلابه انه بتسحب الحليب حتى اخر نقطه، واللي بده مثل هاي الحلابات يتواصل هيدا الرقم الظاهر عندكم، في دليفري على جميع المناطق اللبنانيه. مثل ما شايفين نضاف ونقيين وما احليهم. بسم الله. والله طلعت ما بتصير. وبما انه فضل عنا هيدي الكميه، هودي بنعملهم لبن وهودي بنفورهم حتى نشربهم انا والمصور. بندور تحتهم النار، بس لازم النار تكون خفيفه، اذا كانت كتير قويه بيحترق الحليب وبتطلع نكهه الحارق، يعني الحليب بصير للكاب. هديك النار خفيفه ومنا مستعجلين عليهم، خلينا قله مهلهم يعملوا. وبعد ما يفور عنا الحليبات بنجيب كيس لنا وكيس للمصور. مثل ما ظهر عندكم صاروا هنا على وشك الغليان، اوعى تغيبوا عنه، لا هودي بين المسحه والضحكه بيفوروا عنا، واذا فاروا على السخان وعلى الازاز في احتمال تنكسر عنا. بنطفي تحتهم هالنار وبنتركهم حتى يبردوا. نحن درجه الحراره المثاليه حتى نقدر نعمل لبن بين ال 40 و 45 درجه مئويه، واذا ما في عنا ميزان حراره ما تعكلوا هم، في عنا طريقه ثانيه، الطريقه التقليديه بالاصح. خلونا نشوف اذا الحليب وصل درجه الحراره اللي بدنا اياها ام لا. بكل بساطة إذا ما عندنا ميزان حرارة بنغسل إصبعنا كتير منيح، إصبعنا الصغير، وبنغطسه بداخل الحليب بهذا الشكل، ونبلش نعد لل10. إذا على 10 قرص إصبعنا يعني درجة الحرارة مناسبة، إذا قبل ال10 يعني بعده سخن الحليب بده تبريد، إذا مثلا وصلنا لل10 وما قرص عنا يعني الحليب برد وبده يتسخن شوي. هلا لل5 لتر من الحليب بده 5 ملاعق طعام من اللبن. هلا عندي هون كمية اللبن اللي بدي إياها، قبل ما أضيفهم بدي دوبهم بشوية حليب، بناخد كمية محترمة وبنصب عليهم. بسم الله. بنرجع بنشيلهم وبنصبهم على باقي كمية الحليب بهذا الشكل، وبنعمل لهم تقليب صغيرة حتى يمتزج مع باقي الكمية كلها. بنرجع بنحط الطبق وبدنا نغطيهم باستعمال حرام، قطعة منشفة، اللي بدكم اياه، اما شي نتأكد انه غطيناهم كتير منيح. وكل شي بدنا نتركهم شغلة ل5 ل6 ساعات حتى يجمدوا عنا وتصير امورهم بالسلام. وبعد ما نكشف عن اللبنات وناخذهم على البراد اقل شي شغلة ساعتين ويبردوا بشكل كامل، بيكونوا صاروا جاهزين عنا للاكل. قربوا لعندي حتى مفرجيكم كيف لازم يطلعوا. لازم يطلع عندكم بهذا الشكل مثل ما شايفين، جامدين وما احلاهم ما شاء الله، بس اكيد مش يمين شمال من خاض بيصيروا عنا مي، وهذا الشيء اللي ما بدنا اياه. وقربوا لعندي حتى تشوفوا القوام الصح. بنجيبها المغرفي وبدنا ناخذ كميه محترمه، شوفوا له ما شاء الله جامدين وما احلاهم، وبننزل. بيميز هذا اللبن عن اللبن العادي انه منه مخشوش ومنه منضاف له نشا، وابسط الامور مش مشوي دسمه، يعني هذا كله موجود بداخله. وهلا بنسمي باللي ومندوق. بسم الله. والله شي فخامه من قوام لنكهه شي رائع صراحه، وخصيصا الحموضه. العالم هذا حليب معزه، وشوفوا كيف طالع جامد وما احلاه مثل قرص الجبنه. في كتير اشخاص بيعملوا حليب المعزه وما بيزبط معهم، بيطلع كتير مايع، اما بهي الطريقه بيطلع ناجح معنا 100% ومثل قرص الجبنه. تعرفوا شو بدهم هاللبنات؟ بدهم اتب كب بلبن، ان شاء الله بنزلكم الوصفه.